اليوم غادي نكشفوا بزاف ديال الاسرار الخطيره اللي كيتابعوا اكبر الشركات المغربيه ديال الماء، وغادي نقارنوا بين الماء ديال نفس الشركه من المنبع ومن عدمو الحانوت باش نشوفوا واش نفس المذاق اولا كيستخدموا معنا ظاهره التملص. هذاك الدراري غيديروا التملص. حتى اننا غنذكروا بعض الاشخاص اللي تعرضوا لواحد الامراض اللي ما يمكنش راه الخيال العلمي بسبب قرعه ديال الماء ب 3 دراهم. فنخليكم مع الانترو ونبداو. في هذا الفيديو اختاريت واحد الشركه اللي ما عندي لا معها عداوه، ما عندي معها حتى شي مشكل، هي شركه سيدي حرازم. بلا ما تقول لي كدير لها اشهار حيت ما يمكنش نديروا اشهار وحنا يلاه عندنا 200 ابوني. وصلوا الدراري والبنات غير 1000 ابوني ويكون خير ان شاء الله نشوفوا معاهم اشهار. يلا هو اشهار فابور نتسالوكم يلا. لا 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 شركه سيدي حرازم والله ما واقف عليها وقت ما لحقتوها لي انا ما عنديش مشكل، ولكن المشكله هو ان المنبع ديال سيدي حرازم كيبعد عليا انا في الدار البيضاء ب 300 كيلومتر. كندير لها الدراري والبنات كندير لها وما عنديش الفلوس وفين هو الجهد والطريق بعيده والشمس ترى ترى مع وصلنا خدينا واحد الطاكسي راه يهرب لك. اسمع واحد الروبو كيتحرك عنده رجلين. انا ما قديتش مع جي 4 سوايع في الكار وجيت عيان ترى تكيت ضربتها بواحد النعسه وناضيه، وملي بدينا غاديين في الطريق درت نشوف في الشرجم ترى بالي شي مناطق راه ما يمكنش بحال هادشي بحالاش بحال قلتي الصحراء ديال السعوديه جده. هنا راه من بعد مده طويله اللي دامت 5 سوايع وصلنا واخيرا، والبلاصه راه كانت ما يمكنش زوينه بزاف الصراحه، وكانوا فيها بزاف البلايص بحال بلاصه فين كيريحوا الناس، بلاصه فين كياكلوا، وحتى بلاصه فين تصلي. اجواء هنا ناضيه والله حتى ناضيه بالله، تحس بواحد كاين الجبال والهضاب والسهول شي. وقبل ما ندخلوا في التجربه ديالنا بحيث اننا نبداو نجربوا الماء ونعطيو الراي ديالنا وداك الشيء، كان فيا الجوع قلت نمشي نتغدى، ولكن المشكله هي ان هاد البلاصه راه ما يمكنش شحال فيها ديال المشاش، وبداو كيدوروا بيا صاحبي كاملين بحال لازم وبعت والدهم وناسيهم وما عرفنا. واحد اللحظه انا كنت فهمتي كنضحك معاهم، ولكن هاد المشاشي اللي ضحكتي معاهم هنا كيبداو يدسروا لو كطلعوا لي فوق من الطابله. انا خايت 300 ريال ديال الكفته على راسهم داو 10 دراهم ديال الكفته. واحد شويه واحد طلع فوق منهم فوق الطابله جبد واحد القرعه ونطردوا بها، وشي وحدين فيهم راه داسرين فهمتي. واحد راه فهمتي قال لي ما كنزعمش عليا البشر، شوش بدا يدير ليا شو Un video más, mi gente, para perder el tiempo, empecemos. يا ربي اسمح لي. شو دا كيدير دابا راه مستخدم اكثر وجوه البراءه باش نبقى فيه، ولكن هو هذا راه مش سميتو بوشعيب فهمتي كيفاش ما بقاش فيه. انا بديت كنقسم ما ديتهاش فيهم هما راه كيغوتوا. يلا صح انا شاني واقف عليهم هنا يا راه تجي واخا ما تجي حتى العشاء ما سوقيش ما تدخلوش لمنا يا ولاد قول دخلوا لنا. شو دا دخلوا وسطهم ويبداو يصبمكوا فيه. شو فراه في المنبع كاين واحد الحجره خارج منها الماء، وهذاك الماء راه ما يمكنش شحال نقي ونقي لواحد الدرجه الارض كتبان لك. ما تشهى صاحبي تعوم في هذا الماء. شو اللي ما كيدير ملي كيخرج من الارض وديري عليه واحد الدجاجه. ملي سولت واحد الراجل اللي كان حاضي تما قال لك الدجاجه داروها غير مؤخرا، حيت كاين بعض الناس الله يهديهم كاين اللي كيتلاح كيعوم في هذا الماء، كاين اللي كيلوح صنداله. قال لك واحد الراجل بلي حيتو سولو قال لي اش كدير الشريف، لقى خاشي عود قال لي باغي نشوف العمق ديال هذا المنبع قداش. يلا شوف الله يهدي ما خلقوا صافي، حتى بعض الناس كيلوحوا الازبال تما الله يهديهم وصافي. بنت محترمه الدراري وبنات. فراه جينا الاصدقاء نعطيكم واحد المعلومه للسريع. هذه البلاصه اللي صورت لكم ماشي هي البلاصه اللي كيخرج منها الماء ديريكت، فراه كاين واحد البلاصه اللي هي الفوق هي اللي فيها واحد الماء اللي كيجي معالج، وهذيك البلاصه كتجي واحد البلاصه الفوق منها اللي كيديروا فيها. هنا راه بان لي واحد البيزوسات فيهم واحد المواد كيميائيه يا ربي ما يكونوش كيديروا ما يكونوا كيسيقوا بهم. وراه ما كيديروا لي الفلتر راه كيجي في هذه البلاصه، ومورا هذه البلاصه كيجي في هذيك البلاصه اللي صورت لكم، مورا عاده باش كيمشي في واحد الواد، ومورا كيمشي تكب من تما وكنعمروه وكنشربوا. والعلم اصدقاء راه كيكون سخون خارج سخون، وكاتبين واحد البانو فيه ممنوع الدوش، يعني حيت داك الماء راه سخون بحال داك الماء اللي كدوش به هو هذاك هو اللي غتشرب. هذا راه كانت ردة الفعل ديالي في اول مره غندوق هذا الماء. نصوت ولا نطلع؟ حار كيحرقك هنايا، ولكن كيكون سخون طري وكتحس به قد يداويك. واش نرجعوا للكاسه باش نجربوا نفس الماء، ولكن هاد المره غنجربوه من هاد الحانوت. اخوان والله شك كنتعبوا على المحتوى، وركوا لايك نتوما وركوا لايك، واش تهربوا ليا ولا بالكم؟ المذاق ديالو ما حرقنيش في حلقي، ولكن عادي وما كتحسش به فيه واحد الفائده، يعني بحال قلت يا معمرينهم الروبيني ديال الطواليط ولا شي حاجه بحال. ولكن علاش هذا الفرق كبير بين المنبع والماء ديال الحانوت؟ فباش نجاوبوا على هذا السؤال غنعطيكم 7 الاسرار اللي ما قراوهمش لكم في المدرسه، غنعطيهم لكم انا في فيديو. الماء ماشي كامل كيجي من المنبع، جزء كبير كيخضع للمعالجه،
بعض الناس كيعتقدوا ان الماء كيكبوه ديريكت من المنبع في القنينات، مي 80% ديال الماء كيكون مصيف في الشركه. يعني الشركات كدير الفلتره وكتزيد التعقيم، كتعدل الاملاح، يعني هذيك الزوج يعني هذيك الزجاج يعني هذيك الزجاجه. المهم الدراري وبنات راكم فهمتونا، مبغاش تنطق لي زجاجه. وباش نلخص لكم السر رقم واحد بالنسبه للناس اللي عندهم صنداله في عقلهم، فراه هذيك القرعه اللي حنا شريناها كاينين بعض الناس الله يهديهم، واه سيدي حرازم راه كنشرب في المنبع ديال سيدي حرازم، واه سيدي علي راه كنشرب في المنبع ديال سيدي علي. ولا صاحبي لا، هذيك القرعه 20% منها منبع، 80% اللي بقات كامله مصايبه في المصنع. الشركات كتلعب على كلمه ناتشورال اللي هي طبيعيه، ولكن قانونيا ماشي شرط تكون طبيعيه في 100%. باش نشرحوا السر رقم جوج، انا نعطيكم مثال براسي. مثلا انا عندي شركه ديال الماء، وفي القراعي ديال الماء اللي غتشري من عندي غتلقى مكتوبه كلمه ناتشورال اللي كتعني طبيعيه. فهنا اللجنه غادي يجيو يحققوا معايا. ولكن تخيلوني انني انا شديت واحد الضاي اللي صابه من الشتا وسينيت على انها طبيعيه، وبديت كناخذ منها الماء وكندير ليه المعالجه وكنبيع لبنادم. فهنا انا محمي قانونيا 100%. علاش؟ حيت راه ماشي شرط تكون طبيعيه في 100%. السر رقم 3، الجوده ديال المياه ما كطيحش في المنبع، انما كطيح في المصنع. باش نشرح لكم هذا السر رقم 3 بقاو غير في المثال اللي عطيتكم. انا عندي شركه السميه ديالها ناتشورال، ياك؟ فراه انت كمستهلك كتسنى القرعه ديال الماء اللي غتجي جايه من واحد المنبع، عاد بغات تشرب داك الماء غترتاح. ولكن ملي جاتك القرعه حتى لعندك وشربتي داك الماء تصدمتي انه خايب وما فيه ما يتشاف. انت عاد بالك راه جايبو من المنبع، ولكن ملي جبتو من المنبع ودوزتو للمصنع كانوا واحد الحاجات بحال الالات قديمه، العمال ما ملتزمينش بالشروط ديال السلامه، زيد عليها واحد الاستهتار من المسؤولين. هادشي كامل كيدفع على ان داك الماء يتلوث مورا ما جا من المنبع، وكيجيك انت وكتشربو وكتحس بيه خايب. الشركات ما كيبينوش التحاليل كامله، كيبينوا غير التي دي سي البي اتش، كيبينوش التحاليل، ما كيبينوش. هذه لغه ينعدينا الشركات ما كيبينوش التحاليل كامله للمستهلك، كيبينوا غير التي دي سي البي اتش الكالسيوم والمغنيسيوم، ما كيبينوش الفحوصات الشهريه البكتيريات النادره، وما كيبينوش حتى المعادن الثقيله. ما عرفتيش علاش ياك؟ وراه حيتاش المستهلك ما كيضغطش على الشركه، وحتى الشركه هي ما ملزوماش بانها تبقى توري للمستهلك هذاك الشيء كل شهر. السر رقم 5، نفس الماء كيخرج من نفس المنبع ولكن باثمنه مختلفين. باش نشرحوا السر رقم 5 بقاو في الشركه ديالي، شركتنا هاد الشركه واعره الدراري وبنات صايبتها. فراه انا كنجيب نفس الماء من نفس المنبع ولكن مختلفين. واحد غنبيعو لك ب 3 دراهم اللي فيه قرعه ديال البلاستيك عاديه، وواحد غنبيعو ب 10 دراهم اللي فيه قرعه ديال البلاستيك ديال الدجاج وفيه غلاقه ديال الحديد. بحال مثلا هاد القرعه هادي تقدر تخرج من نفس المنبع 3 دراهم، ولكن نزيدوا عليها شويه ديال الدجاج وشويه ديال الحديد من هنا وردوها ب 10 دراهم، رغم انه نفس المنبع ونفس الشركه ونفس كل شيء. الشركات ديال المياه كتخسر ملايين الدولارات على الترويج بالاسم ديال وهم النقاء. كدير لك واحد الزجاجه زرقاء فيها شويه ديال الجبال شويه ديال السحاب، الالوان كيكونوا باردين، كلها اساليب ترويجيه باش توهمك ان الماء نقي وحسن من بزاف من داك الماء اللي كيكون في الابار ولا الماء اللي كيكون عندك في الدار. ما تقولش حبستيها وانا باقي ما كملتش. واش ندير؟ طفيتيها صافي مور. شو شنو هو امريكا الماسونيه معلم؟ شحال تكون تقريبا خديت هاد القرعه ديال اترونس؟ بشحال خديتها ب 4 دراهم ونص، ولكن الثمن ديالها الحقيقي هو 0.20 درهم اللي هي 4 ريال. ريل واتر شركة مياه أمريكية وبالضبط من لاس فيغاس، بعد ما رفعوا عليها 5 ديال الأشخاص دعوة قضائية حيث أنهم من بعد ما شربوا داك الماء ديالها دار لهم تلف في الكبد. واحد اللي سميتو روين هندرسون هو اللي كلا فيهم ديال بصح، بعد ما دار محامي وداك الشيء خرج يتعوض 30 مليون دولار، والشركة خلصات 100 مليون دولار للحكومة بحال شي بروسي وداك فهمتي كيفاش. من بعد ما داروا روين هندرسون الفحوصات لقاو أن في الجسم ديالو كاينه واحد المادة اللي كتستخدم في الوقود وفي المحركات ديال الصواريخ. عباد الله والصواريخ عباد الله ديال ايلون ماسك الصاروخ كيطلع داروا لي فهاد الماء ديال خونا. اشنو كدير ماده بحال هذه كيستعملوها في تصنيع الوقود وفي تصنيع الصواريخ، قرعه ديال الماء من شركه معروفه في لاس فيغاس، العلم لله. فانا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى الكونسيبت يكون عجبكم. ما تقولوش هذا راه عنده شي مشكل مع شركه سيدي حرازم ولا شي حاجه، بالعكس راه شركه سيدي حرازم شركه مزيانه، وكنبغي نقول لكم انني اختاريت شركه سيدي حرازم غير حيتاش هي اللي قريبه ليا، راه واخا 300 كيلومتر ولكن هي اقرب وحده ليا. الا مشيت للمنبع ديال سيدي علي ولا المنبع ديال والماس راه بعيد عليا بزاف، فما تنساش ديك اللايك وسبسكرايب فهمتي، وفعل الجرس ودير تعليق وتفرج فيه من التلفازه ومن التليفون وما تشوفش كونطات فهمتي، ولوحوا صحاب. غنضحك معاكم. ما تنساوش اصدقاء دوزوا عندي الانستغرام تلقاو في صندوق الوصف، وخصوصا الصديقات. يلا حيد عليا من الناحيه.